السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله معانا شوية أفكار وشوية وصفات حلوة جدا هتوفر معانا إن شاء الله في الميزانية. هنعمل مع بعض بربع كيلو لحمة مفرومة 3 فطاير حلوين جدا، هنضاعف الكمية بطريقة اقتصادية وكمان مفيدة ومغذية. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادوا من أفكارنا ووصفاتنا النهاردة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش ازاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أول حاجة أنا جبت الفول بتاعي، الفول المدشوش والفول التاني اللي احنا كنا جايبينه في فيديو المشتريات مع بعض عشان نعمل فول وطعمية، ونقيتهم كويس جدا وحطيت لهم مية وسبتهم يتنقعوا. هنقعهم وهعملهم معاكم ان شاء الله تاني يوم بإذن الله. هنا بقى جبت نص كوباية من البرغل، يا دوبك بس غسلتها كويس جدا وما حطيتش فيها مية خالص. انا مش عايزة البرغل يكون في مية علشان هطلع مية البصل وهسوي فيها البرغل، يعني هخليه يطرى فيها كده ان شاء الله. يبقى هي نص كوباية من البرغل غسلتها كويس جدا. وجبت بقى كده حوالي 3-4 بصلات زي ما تحبي، يعني البصل سعره كويس اليومين دول، فعلشان كده يعني لو حابة تزودي بصل زودي، بيدي تسكيرة حلوة قوي للوصفة. وكمان المية بتاعته دي هتنزل على البرغل بتاعنا هتطعمه وان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. اهم حاجة انا عامل بصلة كويس جدا، عندك كبة افرميها في الكبة، ما عندكيش كبة تقدري تبشريها ناعم وتحطي لها كده شوية من الملح علشان تنزل المية اللي فيها. فانا خدت كده البصل بتاعنا وضربته كويس جدا، وبرضو قطعت عليه فلفل اخضر وفلفل احمر، يعني حامي وبارد كده، انا عايزاه يكون مشطشط شوية. وبرضو هفرمهم فرم ناعم، عايزة استفاد بمية البصل ومية الفلفل بتاعنا. فنعمتهم كويس جدا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. وبعد كده هبتدي اضيفهم على نص كوباية البرغل بتاعنا. انا هوريكم برضو كده ازاي البصل والفلفل منزلين مية كمية كبيرة. طب لو انت ضربتيهم في الكبة وما كانش منزلين مية كده، تقدري تضيفي لهم يعني 2-3 من المية، يخلوا معاكي كده الخليط طري اكتر وينزل ميته. شايفين انا هنا بوريكم ان الخليط بتاعنا مليان مية، والمية دي كلها كده هتنزل وتطعم البرغل بتاعنا. بعد كده بقى هقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وهضيف لها ملح وفلفل وبابريكا وبهارات كفتة. البهارات بقى اللي انت حباها تضيفيها في الوصفة دي. حابة تضيفي بقى بهارات كفتة، بهارات حواوشي، يعني البهارات اللي تحبيها. حابة تكتفي بس بالبابريكا والملح والفلفل مفيش مشكلة. حابة تزودي لها برضو معلقة من هريسة الشطة برضو مفيش مشكلة. فانا حطيت بقى البهارات بتاعتي وابتديت اقلب كويس جدا، وهسيبها بقى كده. اسيب البرغل بتاعنا بدل ما نقعه في ميه، لا انا هنقعه في ميه الخضار بتاعنا ده، وهسيبه كده على جنب لحد ما يتشرب البرغل بتاعنا كده من الميه دي. تعالوا بقى نعمل العجينه. انا جبت 1.5 كوباية من الميه، ضفت لهم نص كوباية من السكر وربع كوباية من الزيت ومعلقه كبيره من الخميره. دي خميره قطع، تقدري تضيفي خميره فوريه، يعني الاتنين يمشوا. قلبتهم كويس جدا وركنتهم على جنب. وجبت بعد كده كيلو من الدقيق، حطيت له معلقه صغيره من الملح او نص معلقه. وبعد كده هبتدي انزل بالخليط بتاعنا. مش قادره اقول لكم بقى يعني الطريقه دي بتخلي الفينو، العيش الفينو طري ازاي. لو انت حابه تعملي كايزر، لو انت حابه تعملي خليه نحل، لو انت حابه تعملي الفطاير بتاعتنا، اي وصفه اعمليها بالطريقه دي، وتفرجي بقى على هشاشه وطراوه العجينه بتاعتك. بس خليكم معايا كده بس في تركات العجن، علشان لو ما عندكيش عجان تقدري تعجني بأريحية من غير ما تتعبي. انا ضفت لها كمان نص كوباية من المية، يعني خدت معايا حوالي 2 كوباية مية الا شوية كده. الشوية دول هم اللي انا ببتدي اعجن بيهم ده بالشكل ده. انا عايزة عجينة طرية ما بتلزقش ما بتمسكش في الايد، بس عايزاها تكون معجونة كويس جدا. فانا باخد من خليط المية بتاعنا ده ببل ايدي، وببتدي بعد كده ببطن ايدي وببتدي اعجن والم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا عجنا مع بعض كتير جدا، بس انا حابة اوريكم طريقة العجن دي، يعني حلوة وكمان بتخلي العجين بتاعنا هش. تقدري تعملي كمان بيها التوست الفايش الصعيدي، يعني اللي هو بديل الفايش الصعيدي مش الفايش الصعيدي الاصلي. وان شاء الله برضو نعمله كده مع بعض باذن الله في فيديو تاني. العجينة بتاعتنا اتعجنت كويس جدا. جبت كده نقطة واحدة بس من الزيت، وغلفت العجينه كده والطبق اللي انا هحطه فيه وغطيته وسبته يخمر. في الحر ده بيقعد حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، مش اكتر من كده. في الوقت ده كان البرغل بتاعي والبصل والفلفل اتشربوا من بعض كده، والبرغل ابتدى ينفش معايا شويه.
رجعتهم تاني في الكبة. شايفين ما شاء الله كمية حلوة جدا، وكمان هيطعموا الوصفة بتاعتنا. انا هضربهم كويس جدا وانعمهم، وبعد كده هنزل عليهم بربع كيلو من اللحمة المفرومة. تقدري بقى تزودي نص كيلو لحمة مفرومة لو انت حابة، بس انا اللي كان موجود عندي ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة، وكنت حابة اعمل وصفة. طيب اعمل وصفة ازاي وانا ما عنديش مثلا كمية كبيرة من اللحوم؟ لا، انا اقدر اضاعف الكمية بالخضار وبالبرغل، وكمان القيمة الغذائية بتاعتهم عالية جدا. اهم حاجة اضربيهم كويس جدا. طيب لو انت ما عندكيش كبة، انا هنا نزلت كده بقطعة من اللية، بتطعم حلو قوي. لو اللحمة بتاعتك فيها دهون كتير تقدري برضو ما تضيفيش قطعة اللية دي، ولو متوفرة ضيفيها بتطعم، يعني بتطعم الوصفة قوي. لو مش موجودة مفيش مشكلة، ما تضيفيهاش. لو ما عندكيش كبة، امسكي العجينة بقى بايدك، عجينة الحواوشي دي بايدك كويس جدا، وسمغيها كده زي ما بيقولوا، علشان تشد معاكي كده والخليط كله يشرب من بعض. فانا خدتها بقى وحطيتها في التلاجة، وجبت العجين بتاعنا هنا. شايفين هي نص ساعة، ساعة الا ربع، مش اكتر. شايفين ما شاء الله مختمرة حلو جدا، والعجينة طرية وما بتلزقش، وبجد هتعجبكم جدا. قطعتها بقى لحوالي 6 قطع، بس للأسف يعني الفوم فصل ومعرفتش ان هو ما بيصورش الا بعد ما وصلت للجزئية دي. فانا قطعت كل فطيرة، قطعتها قطعتين. يعني انا قطعت العجين ده على 6 قطع، اتنين. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت قطعة من العجين تحت، وبعدين ابتديت افرد عجينة الحواوشي بتاعتي، وهجيب قطعة من العجين تاني. اهم حاجة الصينية تكون مدهونة بشوية زيت علشان العجينة ما تمسكش في الصينية معانا. وابتدي بقى قفلي كويس جدا. كل ما تقفلي كويس جدا في العجينة، كل ما تطلع معاكي ماسكة وما تفتحش منك في الفرن وهي بتستوي. لو وصلتوا لحد هنا بقى كده، يلا بينا ندعي لاخواتنا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي اهل غزة خاصة. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وان تعيد لهم الارض المقدسة، وان تجعل المسجد الاقصى حرا شريفا امنا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا نذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. يبقى احنا اتفقنا ان كيلو دقيق هيعمل معايا 3 فطاير، يعني حوالي 6 قطع، كل فطيرة قطعتين. انتي بقى تقدري تعملي كمية الحواوشي ديت على فطيرتين بس، وتزودي الحشوة، مفيش مشكلة. تقدري تزودي اللحمة المفرومة برضو مفيش مشكلة. بس هم عملوا معايا 3 صواني. شغلت الفرن على درجة حرارة كده وسط، يعني 200-250. قعدوا في الفرن حوالي ربع ساعة. انا خرمتهم بالشوكة كده وما دهنتهمش اي حاجة خالص. تقدري بقى تدهنيهم كده من على الوش صفار بيضة، وتحطي شوية من السمسم وحبة البركة. تقدري ما تدهنهمش زي ما انا ما دهنتهمش كده، وتعملي بخاخة المية المسكر بتاعتنا. بس انا كنت مستعجلة بقى وخايفة النور يقطع، فبصراحة ما عملتش البخاخة دي ولا حاجة. وهيطلعوا وهتشوفوا شكله. هنا بقى طلعت كده كيس عصير من الفريزر. الجو حر بقى كده، وقلت ارطب على قلبهم. طلعت كيس فراولة، وطلعت كده حوالي 4 موزات. الموز بحطه بقشره، وهنا بوريكم ان انا بس سبته يا دوبك يعني 5 دقايق بالظبط، لحد ما ابتدى يسيب شوية. وابتديت اطلعه بمنتهى السهوله. يعني ما تحاوليش تفككيه وهو جامد، انا وريتكم كده وهو جامد جامد مش هتعرفي تفككيه، لكن مجرد بس كده ما يفك، وما تسيبوهوش برضو يسيح خالص علشان ما يدوبش معاكي. الموز بالطريقه دي بيخلي لونه يفضل فاتح زي ما هو، ولونه ما يغيرش زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. لكن لو حطيتيه متقشر في الفريزر لونه بيسود ويغير شويه. فانا بقى حطيت ميه وحطيت سكر. تقدري تحطي لبن رايب، تقدري تحطي لبن حليب، تقدري تحطي زبادي، اللي يعجبك. بس انا اللي موجود عندي عملته. طلعت حاجه كده من غير ما ادفع فيها فلوس، حاجه موجوده عندي في الفريزر. ودي بقى فايده التفريزات، ان انا يبقى جايبه حاجه في موسمها بسعر حنين شويه. يعني انا كنت جايباها حوالي ب15 جنيه او 10 جنيه، دلوقتي سعرها في السوق من 25 ل30. فانا عملت شويه عصير حلوين من غير ما اكلف نفسي فلوس. وهنا بقى فاض شويه عصير، قلت اكافئ نفسي بيهم كده، وشربتهم يرطبوا على قلبي في الجو الحر ده. وبعد كده جبت الملوخيه بتاعتي اللي انا كنت جايباها معاكم برضو في فيديو المشتريات. كنت جايبه ال3 ب10 جنيه. يعني اتعملوا اتقطفوا واتغسلوا كويس جدا، واتنشفوا برضو كويس جدا. وابتديت بقى احطهم في كيسين كده، هعملهم على كيسين، يعني هعملهم على وجبتين كده واحطهم في الفريزر. بحب اعمل التفريزات السهله البسيطه اللي ما يكونش فيها شغل كتير ولا عقد ولا اي حاجه.
اهم حاجة تنشفي الملوخية كويس جدا، وتجيبي اكياس كده نظيفة وتبتدي تخرجي الهواء كويس جدا. كل ما تخرجي الهواء من اي خضار او اي حاجة هتفرزيها، كل ما يكون حفظها افيد بكتير. فانا ابتديت اخرج الهواء بقدر الامكان كده على قد ما عرفت، وقفلت الكيس كويس جدا وهحطه في الفريزر. باجي بقى اطلعه من الفريزر، ما بستناش خالص ان هو يفك، في الكبه ضربتين اتنين وهو مجمد كده، وانزل على المرقه بتاعتي برضو، والمرقه تكون دافيه. بيديني نتيجه مذهله، بتطلع كأنك لسه جايباها بالظبط، وما تعبتنيش ولا خدت معايا وقت ولا مجهود. طريقة سهلة وبسيطة، اتمنى ان انتوا تجربوها. يعني بدل بقى التفريزات كده والحاجات الصعبة والتعقيدات والحاجات دي، لا، زي ما هي ورق كده ونطلعها كمان، ما بتاخدش معانا مكان في الفريزر. يعني انا هوريكم شكلهم دلوقتي الاتنين، ما بياخدوش معانا خالص مكان. اهم حاجة اضغطي كويس جدا علشان الهواء كله يخرج من الكيس بتاعك. شايفين ما شاء الله؟ عملوا معايا كيسين حلوين، يعني وجبتين كده ابقى اطلعهم واعملهم في اي وقت اكون مستعجله او حاجه. وهنا بقى برضو دي صلصه الطماطم اللي انا كنت جايباها معاكم، عملتها بقى بالبصل بقى وظبطتها كده، وهحطها برضو في الفريزر معايا، هتبقى جاهزه وسهله. وهنا كانت الفطاير بتاعتنا طلعوا من الفرن. في فطيره لسه في الفرن، طلعت اتنين بس، يعني النور خلاص كان هيقطع، فحبيت اوريكم شكلهم كده واوريكم الحشوه من جوه على السريع قبل ما الكهرباء تقطع معايا. عملت جنبهم ايه بقى؟ عملت جنبهم شويه من سلطه الطحينه، شويه من السلطه الخضراء، وزودي لها بقى كده الميه والشطه، بتبقى خطيره قوي. وكمان شويه من المخلل، وكده وجبه متكامله مع شويه العصير الحلوين اللي احنا عملناهم في الاول. وبالف هنا وشفا لكل اللي ياكل. وده كان غدانا النهارده. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. بربع كيلو لحمه مفرومه غديت البيت كله وفاض كمان منه، بألف هنا وشفا يا رب. جربوا الطريقه، حلوه جدا، وطعم البرغل ما بيبقاش باين فيها، وكأنها كلها لحمه مفرومه. انا هوريكم كده شكلها على السريع، واتمنى ان تكون وصفاتنا النهارده عجبتكم وافكارنا عجبتكم. هي المفروض تطلع من الفرن تتغطى وتسيبيها شوية لحد ما تهدى، تطرى معاكي وتبقى احسن بكتير. بس انا عشان كنت مستعجلة وعايزة اوريكم شكلها، فامسكتها وهي سخنة كده وابتديت اقطعها. لكن الصح بتاعها، لو عملتي بخاخة المية المسكر بتاعتنا ترش عليها من البخاخة بتاعتنا دي، بتدي لون حلو جدا للعجين، وتغطيها وتسيبيها تبرد، بتطلع حلوة جدا. وبكده يومنا النهاردة يكون خلص. اتمنى ان وصفاتنا وافكارنا تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.